واجتاحها بجنوده واعتبرها محافظة من محافظات العراق، بدأت أمريكا تحشد الجيوش عشان صدام حسين. لأن أصلا قبلها بفترة كان طلع بيان في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول فيها إن جيش صدام وصل لدرجة من التسليح والتدريب تهدد فيها مصالح أمريكا في المنطقة، فبدأوا يدبروا له المؤامرات والمكائد عشان جيشه ده يتدمر. وغزو العراق للكويت ده اللي اتسمى حرب الخليج الثانيه. وزي ما قلت لك امريكا كونت تحالف من 38 دوله عشان يخرجوا صدام، وبدات المعركه المسماه بعاصفه الصحراء، فيضطر صدام حسين يخرج جيشه ويرجع العراق تاني، والجيش منسحب. امريكا بدات تضرب فيه وخلصت على نص الجيش يعتبر. فبسبب الحركه دي يرد على امريكا ويضرب اسرائيل ب 39 صاروخ. وبعدها زي ما بقول لك تبدا البدايه في نهايه صدام، وتحصل انتفاضات كتير في العراق من الطرف الكردي والشيعي، ويروح كمان مجلس الامن يفرض على العراق حظر بري وبحري وجوي، ومنعهم من تصنيع السلاح ومن استيراد اي حاجه سواء